المنتخب مع العميد منتخب شديد، وكريستيانو ناوي ينهيها بكاس العالم، والبرازيل مع السلامه في خبر كان. النهارده حلقه جديده من استاد كيرو، وهنكلمكم النهارده عن التوقف الدولي. طبعا كلكم ما بتحبوش التوقف الدولي، بس احنا هنشرح لكم الاحداث وهنكلمكم تكتيكيا عن كل قاره وكل منتخب انتوا معلقين معاه. ويلا بينا نبتدي بقاره افريقيا، ومالكها الاول هو منتخب مصر. يعني هنتكلم عن حسام حسن، وزي ما قلت لك ان المنتخب مع العميد منتخب شديد، ولكن انا اقدر اديله لحد دلوقتي 7 من 10. نتكلم في الايجابيات. حسام حسن علم كل المدربين اللي قبله كانوا بيدربوا منتخب مصر ازاي يخرج بالكوره، ازاي يخرج من تحت ضغط. اكتشف لعيبه جديده زي محمد ربيعه اللي بقى حديث الساعه في الماتش اللي احنا لعبناه مع كاف فيردي. اتفرجنا على مدافع اشول بيعرف يخرج بالكوره، وبيعرف يلعب كوره من ورا، وبيعرف يلعب كور قطريه. حط على ده كله حسام حسن حاطط قدامه تارجت وهو كاس العالم 2026، عشان كده نزل بمعدل الاعمار بتاعت منتخب مصر، وصعد اللعيبه بتاعت منتخب الاولمبي بقى بيلعبوا في منتخب مصر الاول، امثال محمود صابر واحمد نبيل كوكا واسامه فيصل ومحمد شحاته. حسام حسن ادى اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب في المنتخب وعندها ماتشات دوليه كتير زي مصطفى شوبير وزي احمد رمضان بيكهام وزي ناصر ماهر. كل اللعيبه دي ما كانتش بتشم المنتخب، حسام حسن اداهم الثقه عشان يبقى عنده عمق سكواد كبير جدا. اكلمك على البيك بتاع تريزيجيه. البيك بتاع تريزيجيه هو مع حسام حسن. اتفرج تريزيجيه كل ما بيشارك مع حسام حسن لازم يا يجيب جون يا يعمل اسيست. اقول لك حاجه، حسام حسن بنسبه 90% وصل لكاس العالم 2026، وخلاص هو وصل لامم افريقيا 2025 في المغرب. وانا هقول لك ان حسام حسن هيكسب البطوله دي من قلب المغرب. وبين لك اكتر ان حسام حسن ده مدرب فاهم قوي في نفسيه اللعيبه. محمد طاهر مكسر الدنيا مع الاهلي، جابه قال له العب لعيبتك اساسي جناح يمين، خش جوه المنطقه كمهاجم تاني، قدر يحط جون عالمي. كلمتك عن ايجابياتك، اخش في سلبياتك. انت بتلعب الشوط الاول ضغط 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 جبار، بتيجي الشوط الثاني المجهود بيكون قل، اللعيبه مش عارفه تلعب، الضغط بيبقى قليل، فاحنا بالتالي معظم الاداء اللي بيتعمل علينا او اي جون ممكن يخش فينا بنسبه كبيره بيبقى في الشوط الثاني. طب هل هو حاطط ترمومتر عشان يقيس درجه الكفاءه واللياقه بتاعت اللعيبه في الماتشات الرسميه المهمه قوي بعد كده، ولا هو ده اسلوب لعبه؟ فلو هو ده اسلوب لعبه فانت ما عندكش نمط ثابت، ما عندكش اسلوب لعب ثابت. انت بتعرف توزع اللعيبه صح، لكن ما عندكش اسلوب ثابت يقول ده اسلوب الكابتن حسام حسن وده اسلوب منتخب مصر. طب هل انت قابلت المغرب، السنغال، الكاميرون، الجزائر عشان نعرف نقيمك؟ يا جماعه هو مش محتاج تقييم لكل المنتخبات دي. طب ما هو ممكن نروح قابل المغرب بكامل نجومها، ابراهيم دياز وزياش، وانا هاجي لك للمغرب في اللي بعد كده ويكسب المغرب. ساعتها هتقول ايه؟ مدرب جامد، ويروح يخسر النهائي فتقول لي مشيه زي كيروش؟ فمش منطقيه. فاحنا نسيبه ماشي ستيب ستيب. هو لحد دلوقتي راجل ناجح بكل الارقام وبكل المقاييس. انا زعلان منك من حاجه واحده بس، ان انت تراجعت في الشوط الثاني في الماتش الاخير اللي انت لعبته منتخب موريتانيا، المنتخب المجتهد، المنتخب العربي، ما وصلش. كان لازم لك جون واحد عشان منتخب موريتانيا يوصل. كل التوفيق في اللي جاي لمنتخب موريتانيا، ومستنيينكم في النسخه الجايه. خلصت منتخب مصر ملك ملوك افريقيا، نخش على منتخب المغرب، احسن منتخب في افريقيا لحد دلوقتي. كل التحية والتقدير للاتحاد المغربي والأكاديمية محمد السادس ولكل مدارس الكورة في المغرب، وكل التحية والتقدير لمنتخب المغرب واتحاده الجميل قوي اللي قدر يقنع ابراهيم دياز. عارف يعني ابراهيم دياز؟ انت شفت كم الاجوان اللي جابها؟ انت متخيل ان ابراهيم دياز ده اقرب لعيب لميسي؟ يعني انت متخيل انت بقى عندك ميسي في افريقيا؟ فابراهيم دياز فرق كتير جدا مع منتخب المغرب، وانا سقف الاتحاد المغربي عشان يقدر يقنع موهبة فذة في اوروبا زي دي. منتخب المغرب مش معتمد حد، 5 3 4، كل اللي انت عايزه وكل اللي انت متخيله هيعملوا معاك. يا جماعه عمق السكواد بتاعهم ده جنان. عد معايا: بونو وسايس ونايف اكرد ومزراوي، دول كده في خط الدفاع، ودول لعيبه كلاس ايه. طب تعال نروح لنص الملعب اللي بكلمك عن مرابط وعز الدين قناحي واملاح. طب اكلمك عن الصغير ولا اكلمك على بن صغير ولا اكلمك على ابراهيم دياز ولا اكلمك عن حكيم زياش؟ اخش في خط الهجوم واقول لك في امين حارس وفي النصيري. فانت متخيل ان اللي هيكسب المنتخب ده مبدئيا كده هو خد البطوله، ولو المغرب ما عرفتش تاخد البطوله دي في ارضها مش هتشمها تاني. وتوقعاتي اصلا ان حسام حسن هيروح ياخد البطوله من المغرب في ماتش النهائي. محمود يا صابر، افتكر اللي حصل معاك في كاس افريقيا للشباب وانت بتجيب جون عالمي في ماتش المغرب واتظلمته بسبب اللي حصل هناك، لكن انا بقول لك الماتش ده جاي لك مره تاني وهتجيب فيه جون.
احنا بقى بنشطب قاره افريقيا، فتعالى بقى انهيلك بالمنتخب الجميل منتخب السودان. منتخب ما عندهوش كوره، منتخب النشاط الرياضي واقف فيه، منتخب بيعاني من ظروف كتيره جدا، يعني الكوره المدوره دي اصلا مش موجوده عندهم، وبرغم كده منتخب السودان بيقدر يتاهل وبيقدر يلعب كوره على اكمل وجه، والكوره ممتعه. فكل التحيه والتقدير للشعب السوداني على الكوره اللي هم قدموها لنا، وانا فعلا متخيل ان منتخب السودان ده هيبقى الحصان الاسود بتاع افريقيا 2025. نخش في اسيا ولا نخش في اوروبا؟ خلاص يا عم يلا بينا اوروبا الاول. اوروبا يعني هروح لجنة كرة القدم، يعني ايطاليا. ايطاليا لعبت ماتشين، ماتش مع بلجيكا وماتش مع فرنسا، فنبتدي بماتش بلجيكا. ايطاليا دلوقتي مع سباليتي بتعتمد على نص الملعب بتاعها، لان الدفاع بتاعها بعد ما كان دفاع بيمثل 90% من قوة المنتخب الايطالي بقى بيمثل 25% من قوة المنتخب الايطالي. سباليتي بيعتمد على 3-5-2. سيبك من الثلاثه اللي ورا، تعالى للخمسه اللي في نص الملعب اللي هم بيبني عليهم كل مراحل اللعب. حط لوكاتيلي وابني بعد كده اللي قدامه. على اليمين كامبياسو، على الشمال دي ماركو عشان يخش في العمق ويبقى جناح عكسي ويقدر يكمل كصانع لعب في الممرات الداخليه. 2 في الممرات الداخليه تونالي وفيراتسي. فيراتسي ده اللي بيعمل اوفرلود على كل الجبهات، يعني الهجمه عند دي ماركو تلاقي فيراتسي رايح، الهجمه عند كامبياسو تلاقي فيراتسي رايح، وتونالي هو اللي عمال يوزع اللعب ويوزن نص الملعب. لكن مين بقى الجوهره بتاعته في الكلام ده كله؟ باريلا. باريلا يعني بيلعب صانع العاب صريح. باريلا بيسقط يبقى لعيب رقم 8. باريلا بيسقط عشان يقدر يصنع لعب ويقدر يوزع لعب سواء يمين او شمال. باريلا بيخش كمهاجم تاني. وزي ما قلت لك دول اللي قدام، وبعدين لوكاتيلي بقى هيلم من كل الكلام ده كله لورا. لكن امتى الخطه دي كانت تنفع؟ لو هو معاه ديفندر بيقدر يلم زي نجولو كانتي كالساحه بمعنى اصح، او زي كازيميرو. هو محتاج البروفايل ده، ولكن اقول لك ان لوكاتيلي عنده 25% من البروفايل ده، فيقدر يشد شويه معاهم. عشان كده هم قدام منتخب فرنسا. المنتخب ده بقى بتاع فرنسا انا مش عارف يا جدعان، انتوا هتقعدوا تطلعوا مواهب لحد امتى؟ ايه كونيه ده اللي انتوا جبتوه؟ يعني فرنسا بكل سهوله راحت ماسكه ايطاليا مديها 3-1 ذهاب وعوده. ايه يا جدعان السكواد بتاع فرنسا ده؟ فرنسا الناس اللي بتقول لك اصل ديشامب ده مدرب سباك. مدرب سباك ازاي؟ مدرب كان عارف نقط ضعف ايطاليا كويس جدا في الكرات الثابته وفعلا لعب عليها، لان بلجيكا في اخر 10 دقائق كانت هتتعادل من كرات ثابته بتتلعب على منتخب ايطاليا. كوني في نص الملعب، رابيو جنبه. رابيو بيخش في الكور الثابته بكل اريحيه، بيطلع يعمل الجنب يحط بدماغه. جاب جونين بنفس الطريقه وبنفس اسلوب اللعب. اكلمك ان فرنسا ناحيه اليمين عثمان ديمبلي، وناحيه الشمال امبابي اللي هو اصلا يعني كل ده هو متخانق مع امبابي، وعنده باركولا. وهكلمك عن كوني، ولا اكلمك عن رابيو، ولا اكلمك عن كولو ماني، ولا اكلمك على كوناتي؟ انت متخيل كل النجوم دول في منتخب واحد بس هل بقى يا عم ديشامب انت هتقدر بكل الجامدين دول تحقق حاجه في كاس العالم اللي جاي، ولا اصلا هتقدر تاخد حاجه في اوروبيه دي؟ الطائره المتجهه الى البرتغال ستقلع الان. استنى يا عم انا جاي اهو عشان اتفرج على كريستيانو. جبت سيره البرتغال يبقى هروح لبابا اللعبه، بابا المجال رقم 1 ومالوش واحد. اقنعني ان انت فاضل لك 3 شهور وتكمل 40 سنه. اللي بيبقى قدك ده في سنك بيدور بقى ان هو يرتاح ويقعد على كرسي، لكن انت بتقلب دبل كيك. ايه يا عم المجنون اللي انت فيه ده؟ يعني سيبك من ضربه الجزاء اللي انت حطيتها بكل اريحيه وبكل برود، لا انا هكلمك في الدبل كيك. لا بجد اقنعني. يعني انا عايزك تيجي تقول لي ان انت ازاي بتتمرن كل يوم عشان يفضل جسمك وجسدك واسلوب لعبك بالحركه دي. اي حد يتكلم كتير ويقول لك اصل كريستيانو مش احسن لعيب في العالم، قول له انا مش منتظرك تقول لي ان كريستيانو احسن لعيب في العالم. كريستيانو احسن رياضي في التاريخ. طبعا قبل ما جوكريس يجيب السوبر هاتريك اللي جابه ده كان هو وكريستيانو جايبين 5 تجوان، فانت متخيل ان كريستيانو برضه هو عنده 40 سنه هو هداف البطوله دي برضه. فعشان كده انا بقول لك كريستيانو ناوي على كاس العالم 2026 عشان ينهي ويقعد ويقول لك سلام عليكم. لكن قبل ما امشي من البرتغال واروح على المانيا هكلمك عن فيتينيا. فيتينيا احسن واحد نص ملعب في العالم دلوقتي. جادلني وقول لي ان في لعيب احسن منه. في لعيب يقدر يلعب 6 8 10 ويبقى مقاوم للضغط زي فيتينيا. في لعيب بيقدر يخش كجناح يمين وجناح شمال وبيشارك في كل مراحل الهجمه زي فيتينيا. في لعيب بيعمل اسيستات زي فيتينيا. فيتينيا ده امتداد لمودريتش وانيستا وتشافي. انت متخيل ان فيتينيا عامل في البطوله 3 تمريرات حاسمه؟ انت متخيل ان فيتينيا ده كل ماتش بيصنع من فرصتين ل3 فرص للتهديف؟ انت متخيل ان واحد مجنون زي ده مكمل مسيره توني كروس في ان هو بيعرف يباصي بنسبه 97% للماتش صح؟ طب انت متخيل ان فيتينيا ده برغم كل الاداء الهجومي والبصيري اللي فيه ده وكل اللي بيعمله ده، ان فيتينيا في الماتش الواحد بيقدر يسترجع الكوره 6 مرات؟ باي باي برتغال، يلا بينا على المانيا.
ادام انا في المانيا وهختم لك من المانيا، فانا هكلمك عن 2 لعيبه تاني بس قبل ما اكلمك عن ال2 لعيبه دول عايز اسالك سؤال. لو انت مدريدي تتمنى فيرتس يكون في ريال مدريد، وهتشوف ان فيرتس مفيد لريال مدريد؟ تعالى بقى انا اقول لك فيرتس مفيد ولا مش مفيد لريال مدريد. احسن لعيب في المانيا دلوقتي مين؟ فيرتس. احسن صانع لعب في العالم مين دلوقتي؟ فيرتس. فيرتس بيلعب في باير ليفركوزن، يعني ما بيلعبش في الفرقه اللي دايما واخده الشعاع الكبير. حققوا ثلاثيه وعملوا موسم خرافي وموسم تاريخي، مش زي ريال مدريد، مش زي برشلونه، مش زي الارسنال، مش زي تشيلسي، مش زي مانشستر يونايتد، مش زي مانشستر سيتي. فانت متخيل ان لعيب بيلعب في الليفل ده وبيقدر يساهم في جون كل 134 دقيقة، سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى التهديف. 6 ماتشات مشارك ب3 أسيستات و3 أهداف. أنا مش هكلمك بقى على معدل ألمانيا اللي زاد في التهديف مع نيلسمان، ولكن أنا هكلمك إزاي قدر يستخدم فيردس وموسيالا في إن هم يكونوا وحوش، سواء في الممرات الداخلية، سواء على الأطراف، سواء في العمق، سواء في تحضير الهجمة، سواء في الدريبلات، سواء في الترقيص، سواء في 1 على 1. بيعمل كل حاجة بالاتنين دول. شيل الاتنين دول منه هتلاقي المستوى بتاعه انخفض. مش هقول لك بقى ان هو بيرجع سانيه مره تاني، ولا ان هو بيجيب لعيبه من شتوتجارت ولاعيبه من باير ليفركوزن ولاعيبه من هيرتا برلين عادي جدا وبيلعبهم ويخليهم لعيبه كلاس ايه. ولكن انا كل اللي يهمني في الموضوع ده فيرتس. طب فيرتس لو ما راحش ريال مدريد، فيرتس يروح فين؟ الليفر اتوقع له عادي جدا. يروح السيتي مع جوارديولا يبقى بديل دي بروين. يا سلام بقى، دي بروين بيحب اللي جاي من المانيا، يصنع منه بص نجم فز. فانا مستنيك انت بقى اللي تقول لي فيرتس لو مشي من باير ليفركوزن هيروح الباير، هيروح الريال، هيروح البارسا، هيروح الليفر، هيروح السيتي، هيروح اليونايتد. باي باي اوروبا، يلا بينا على البرازيل. شافوني انتهيت. كان يا مكان كان عندنا منتخب اسمه البرازيل، كان بيطلع علينا احسن المواهب، كان بيمتعنا في الكوره، كان بيخلينا قاعدين مستنيين المهارات، مستنيين الفنتات، مستنيين الفنيات. المنتخب ده ما بقاش زي الاول. المنتخب ده انجح منتخب يجيب لك مواهب، لان ممكن يروح على الشاطئ يجمع لك 11 لعيب ويعمل منتخب، لان هم الاحياء بتاعتهم مش شعبيه كده وبسيطه، لا، كل حي متقسم كملعب كوره. فممكن بكل سهوله الواد بيتولد من هنا ينزل ملعب الكوره بعيل لعيب، فجاه بيريز يدفع فيه 100 و200 مليون يورو. لكن المنتخب ده والاتحاد بتاعه افشل منتخب بيجيب مدربين. مفيش مدرب عرف يملى عيني في منتخب البرازيل بعد سكولاري. يمكن انا مش عارف اسماء المدربين من كتر ما هم مش معلقين معايا، من كتر ما هم بقوا ماده للسخريه وماده للكوميك. انت مقتنع ان يبقى معاك فينيسيوس ومعاك سافينيو ومعاك رافينيا ومعاك اندريك ومعاك برونو جيمارايتش ومعاك دوجلاس لويز ومعاك ماركينيوس ومعاك جابرييل ومعاك اليسون ومعاك ادرسون ومش قادر تعمل حاجه، بتتعادل مع فنزويلا وبتتعادل مع الاوروجواي؟ انت دماغك راحت فين؟ باشتنا البرازيل لعبت 12 ماتش جابت منهم 18 نقطه. انت متخيل؟ البرازيل دي اللي كانت بتلعب 12 ماتش بتجيب منهم 30 نقطه عادي جدا. فانت متخيل كميه التراجع اللي هم تراجعوا فيها في منتخب البرازيل؟ احنا بنطالب برجوع منتخب البرازيل الممتع مره تاني. فانت متخيل ان البرازيل لو كملت على الاداء ده في التصفيات ممكن ما توصلش كاس العالم لاول مره في تاريخها. احلى ماتش اتفرجت عليه في التوقف الدولي ده كان ماتش كولومبيا والاوروجواي، لحد الدقيقه 92 2-1 لكولومبيا، وماتش جبار. انت عارف بقى ماتشات امريكا الجنوبيه هذه بقى الماتشات اللي تسهر لها لحد الفجر عادي جدا. فجاه التحول بيحصل لاوروجواي وبتتعادل وفي اخر دقيقه بتكسب. انت متخيل كميه الجنان؟ هو ده بقى اللي احنا عايزينه، هي دي المتعه اللي احنا بنتفرج عليها عشان الكوره. لكن انت تيجي تقول لي منتخب زي البرازيل في كل اللعيبه دي ومش عارف اللعيبه ترقص وتجيب 3 نقط، مع احترامي الكامل لفنزويلا والاوروجواي، لكن انتوا فين في تاريخ البرازيل؟ انتوا مين عشان يبقى عندكم مواهب زي البرازيل اصلا؟ خلصت امريكا الجنوبيه، هطلع على اسيا دلوقتي وهختم لك باسيا. تعال احكي لك حكايه كده، وانت من خلال الحكايه دي هتقول لي المشروع ده هل فعلا هينجح ولسه بيتبني، ولا المشروع ده مبني عشان خاطر اشياء تاني زي السياحه. السعوديه احسن دوله بتعمل مشروع كره قدم على وجه الارض، استقطبت كل اللعيبه العالميه وعملت مشروع في صندوق الاستثمار السعودي. جابت نيمار وجابت متروفيتش وجابت سافيتش وافتح القوس وفيرمينيو ومحرز ومندي وكل اللعيبه الجامده دي. لكن انت بقى تيجي هنا، الدوري بقى جامد والكره هناك بقت جامده، لكن المنتخب ما بقاش زي الاول. ليه المنتخب ما بقاش زي الاول؟ تعال انا هقول لك. فرقه زي فرقه الهلال بتلعب كاس عالم انديه، بتكسب 2 دوري ابطال اسيا ورا بعض، وبتوصل النهائي مع ريال مدريد، وبتخسر من ريال مدريد، لان ده الطبيعي في كره القدم، ان دي احسن فرقه في التاريخ
فانت مش هتعرف توصل لها وتعرف تكسبها، وبرغم كده بتعمل ماتش جبار قدامهم، بتخسر 5-3 بس، يعني فرق جونين. الفرقه دي بقى كان بيلعب بقى فيها مين؟ كان بيلعب فيها المعيوف، وكان بيلعب فيها البلايهي، وكان بيلعب فيها سعود عبد الحميد، وكان بيلعب فيها ياسر الشهراني، وكان بيلعب فيها محمد كنو وناصر الدوسري وسالم الدوسري وسلمان الفرج. كل اللعيبه دي كانت اساسيه مع فرقه الهلال. انت متخيل ان كل اللعيبه دي دلوقتي دكه ما عدا سالم الدوسري؟ عشان كده انا ما ذكرتلكش اسمه. اللعيب الوحيد الاساسي في منتخب السعوديه واللي بيلعب باستمرار هو سالم الدوسري. سعود بقى احترف قاعد دكه، فيصل الغامدي احترف قاعد دكه. فايه الفايده من ان انت احترفت وقعدت دكه؟ فهل منتخب السعوديه كان معتقد ان الغلط كله في مانشيني؟ لا، انت جبت هيرفري النار مره تاني، اعمل ايه؟ فانت متخيل هم لعبوا اخر ماتشين مع منتخب اندونيسيا، خسروا ماتش وتعادلوا ماتش. انت متخيل ان منتخب السعوديه بكل الاسماء الجبابره دي، ولكن الاسماء الجبابره دي ما بتلعبش، ودي هنا تفرق، تخسر منتخب اندونيسيا مع كامل احترام المنتخب الاندونيسي. السعوديه يعني مهدده ان هي ما توصلش لكاس العالم. فلازما بقى هنا في حل. ايه الحل في ايه؟ هنا لازما تحط نسبه وتناسب بين اللعيبه المحترفه وبين اللعيبه المحليه، عشان تضمن اعلى جوده، ان اللعيبه المحليه تاخد الخبره من اللعيبه المحترفه وتقدر تقدمها لمنتخب السعوديه. لكن غير كده منتخب السعوديه اتعادل مع الصين بالعافيه، خسر من اليابان، اتعادل مع استراليا، خسر من اندونيسيا، اتعادل مع اندونيسيا. هو ده تاريخ منتخب السعوديه. منتخب السعوديه واحد من اقوى المنتخبات في اسيا، لو جبت اول 3 منتخبات في اسيا فهو هيتبادل من الاول للثالث. فهو ده بقى الحال مع منتخب السعوديه. نصيحتي للاتحاد السعودي لازم تراجعوا القرار بتاع اللعيبه المحليين، لازم يبقى ليهم نسبه من المشاركه زي اللعيبه المحترفين، عشان تعمل منتخب سعودي قوي يقدر ينافس في المحافل العالميه ويقدر يدي فرقه زي الارجنتين على وشها. اخر حاجه بقى في اسيا، ماتش الامارات وقطر. يا عيني على الامارات. الامارات مجنسه لعيبه زي ما قطر مجنسه لعيبه، بس الامارات في تطور. الامارات يا جماعه في تطور في الكوره. الامارات بتكسب قطر 5-0. الامارات بتكسب قطر اللي هي اصلا بطل ابطال اسيا. الامارات بتكسب قطر اللي هي قطر اصلا واحده من احسن 5 منتخبات في اسيا، وبتكسبها 5-0. لا، فانا اقول لك ان الكره الاماراتيه بالذات في المنتخب راحه في حته تاني. وهنا ده الفرق بين الامارات وبين السعوديه، في ان هم بصوا للمنتخب بنظره مختلفه. عشان كده السعوديه تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون لازم تراجع قرار نسبة مشاركة المحليين زي المحترفين، عشان منتخب السعودية ومنتخب الإمارات ومنتخب قطر ومنتخب البحرين وكل المنتخبات العربية، لو ما ذكرتش أي حد، يبقوا أحسن منتخبات في قارة آسيا. ودي كانت حصيلة التوقف الدولي اللي انتم متحبوش، بس انا هخليكم تحبوا التوقف الدولي وتبقوا قاعدين مستمتعين بيه. ما تنساش بقى بعد ما تعمل لايك تروح بقى على السبسكرايب كده، تروح جاي دايس عليه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى ان المحتوى يكون بيفيدكم وانتم مستمتعين بيه. وباي من غير سلام.